أكيد سمعت الجملة دي، العلم لا يباع. طب ليه العالم بيدفع مليارات في التعليم الأونلاين؟ كل مرة أقعد مع حد عنده خبرة وعلم يستاهل الناس محتاجاه وأقول له حرام اللي عندك ده ما يبقاش كورس مدفوع، ألاقي وشه اتقفل كده وبص لي بقلق وبدأ يرمي الجملة اللي إحنا حافظينها وبنكررها من غير ما نركز فيها: المعرفة لا تباع. معقول هتبيع حاجة اتعلمتها؟ وأنا هنا الصراحة مش بزعل منه، أنا بزعل عليه لأنه مش فاهم إن اللي بيقدمه مش مجرد علم، ده وقت ومجهود وسنين من التجارب وسنين من التعب. خليني اسالك سؤال: لو فعلا العلم ما بيتباعش، ليه كورس واحد على يوديمي حقق 3 مليون دولار مبيعات؟ ليه موقع زي كورسيرا بقت قيمته مليارات الدولارات؟ وليه في ملايين من البشر بيشتروا كل يوم كورسات اونلاين في العالم كله؟ اللي الناس بتدفع له مش المعلومه على قد ما هو النتيجه اللي هياخدوها من ورا المعلومات دي، ترتيب المعلومه، توصيلها بشكل واضح، اختصار طريق طويل كان ممكن يمشوا فيه، توفير النتيجه باقل وقت ومجهود. الناس بتشتري الحاجات دي مش مجرد بيشتروا شوية معلومات في كورس أونلاين. ببساطة يا صديقي، الناس بتشتري الطريقة اللي بتغير بيها حياتها، مش مجرد الكلام اللي موجود على جوجل ولا اليوتيوب ببلاش. فلو عندك علم أو تجربة أو مهارة تقدر توصلها بشكل مفيد وتغير بيها حياة حد، فمن حقك تقدمها بشكل مدفوع باحترام وبقيمة وبنية طيبة. وعلى فكرة، اللي بيدفع لك للكورس مش بيشتري علمك، ده بيستثمر في نفسه عن طريقك. قولي بقى بصراحة، عمرك قابلت حد قال لك أنت إزاي تبيع العلم اللي عندك؟ وقول لي كمان رديت عليه قلت له ايه. هستناك في الكومنتات. السلام عليكم.